الشهداء وقادتهم المعلمين. يا جن پیش خستن، جن زانه کرن، جن فهمان کرن، يعني قال لك ريب برجنا خلص والحمد لله سليمة البرد اللي وأمنا بوشمان الخيناوي والكذاوي والتعباوي وكذاوي إن شاء الله العردينا مني ونبيد نديرو كيف بمني والحمد لله شكر سليمة البرد اللي اليوم جبونا قوناس بردي جند تشزور زحمتي جيان دكر بوي رحي صالحة وبكر صالحة خوش هر جنك إيروج ماربات آية درخي وبرورده بكي وبيش بخير صالحة قل لكي تعبدي برو استيا قود قرق أبجين إيدن كي بس كولا بمينه جنا آزاد أم تخوازي شر يكون هاتي مشاندن شر تكوشينه تكوشينه كو بحزار صلاة حركس البرامبري تبقى رامه تبقى آزادية البرامبري فكروا رامان ريبرابو ام ببيجن جيهان تبد ما سكني تايبت بشتي بانغا ريبرتي ياكود بيستو حتى شباطي ده راقهان كو ايدي از حاضر مش عاشيتيه لما كو ريبرتيا ما او بانك بانكر نجارا يكم بي بانكي باندكه ام جارا بينجابو لي ريبرتي هر دبي از حاضر مش ديالوج يره مش چاره سريه مش عاشيتيه مش اراميه لي مخابن حتى نهاجي ام ببيجن دولتها ترك هيزن هجمونيك فيغابي سراس ناكن ونخوازن كو عاشيتي وارامي بيك بي بكي هون زانين جبيستو حتى شباطي حتى رجا ايلوجي قال لك كارو خبات هاتين كرن قال لك مساجن ريبرتيج مر هاتا كرن بكي قال لك كسايتي ما دودوليجي جيان كرن وتشاوا ريبرتي دبيجي امي ايدي فكا كيف فسخ بكن لي ريبرتي ما تمي بروجي انترناتيف هنن دما كو بروجي نتوا ديمقراطيك بي بانكير ونتوا ديمقراطيك بين قهوه مشورش رجا جديد راستي افي دما كو ام بيجن حر بيك هاتيك حر اولك حر ناسناميك بچاند اخوه بهبون اخوه بناسنامه اخوه بالزمان اخوه كارو خبات دیگه اپروژه یعنی توا دموکراتیک دما کو ریبرتی ام ببیجش 2013 پی بانکر و ایدی ایرو ام هندره شورش روج آباده بی بانگی دبینن لتجسيد حرية المرأة، لخلاص المرأة من الظلم والاستبداد، لإعادة شخصيتها حسب ما أعطانا القائد من مكتسبات وفتح لنا الأبواب المغلقة. نحن كنا نعيش أجساد بدون أرواح، ولكن بفضل فكر وفلسفة قائد الأمة الديمقراطية فتح لنا الأبواب المغلقة، أعاد لنا الحياة، أعاد لنا الروح، أبصرت نظيرتنا، أصبحنا كنساء رياديات في ساحات المعارك، أصبحنا ندير المراكز المؤسسات، تركنا بصمتنا وحملنا عبء ثورة رش آباء على أكتافنا وانتصرنا فيها وأثبتنا قوة المرأة في هذه الثورة. والله أكثر شيء لفت انتباهي هو تاريخ المرأة، لأنه شقد هاي صار لنا يعني هاي عمر تقريبا شي 26 سنة ما مرة يعني مذكر أو أحد قال تاريخ للمرأة أو سووا يعني حكوا بالمرأة، لا بكتب التاريخ لا أعطوا أهمية للمرأة ولا بالتاريخ سجل لنا شيء، يعني كونه نحن كمان ناضلنا وكان إنه يعني طريقة مسيرية من زمان لهلق، من المجتمع الطبيعي لهلق، يعني كان فينا دور بس يعني همشوا يعني ضيعوا تاريخ المرأة، ما أعطونا يعني ما سجلوا لنا التاريخ. فهذا أكثر شيء والله يعني الدرس هذا حيل فكرت فيه، حيل تعمقت فيه، حسيت حتى بعد ما خلصنا الدرس الأفكار يعني حيل لفت انتباهي إنه ليش لهلق ما إلنا تاريخ ما سجل، ليش همشوا، ليش طمسوا المرأة، ليش طمسوا تاريخها، شنو السبب من هالشيء، ليش عطول يعني بالمعارك أو بالهاي يذكروا نضال الرجل المرأة، مع إنه في لها نضال ضمن العصور كلها كان في لها نضال، بس ما كان أحد يذكر نضالها أو يذكر الشيء اللي ضحت فيه، الشيء اللي سوت فيه، ما كان في أحد يعني يذكر هالشيء. فلما لقاء صار يحكي عن تاريخ المرأة وإنه المرأة في لها تاريخ وفي لها وإنه انطمس تاريخها وما إلها تاريخ، فلما بلشنا بالدرس حتى صار في تشويق، في تفكير يعني فتح التفكيري حيل
يعني راح لهالدرس صرت أفكر إيش السبب، ليش هالشي يعني، وين حقنا يعني. فحيل لفت نظري هالدرس، وأتمنى إنه هو نحن ما نكتب لنا تاريخ، بس نحن لازم نكتب تاريخ ونثبت تاريخنا.